تفتكر الاكسترنال ده لو حطيناه في المية هيشتغل تاني بعدها ولا لأ؟ طيب لو رميناه وسط تراب جامد او وقع من ارتفاع هيبوظ ولا لأ؟ يلا بينا هوريكم اختراع جامد جدا النهاردة. الهاردات الاكسترنال العادية ما بقتش حل عملي خالص، اخرنا نخزن عليها او نستخدمها باك اب، لان بالرغم من مساحتها الكبيرة لكنها بطيئة، وكمان حجمها الخارجي كبير، وكمان بتحتاج باور سواء منفصل او من الجهاز نفسه. عشان كده الشركات طورت بدائل تانية. من فترة ظهر اكسترنال اس اس دي، حجمه الخارجي صغير وبيقدم سرعات ممتازة. لو شغلك كله تنقلات في كذا مكان وعلى اكتر من جهاز وعايز مساحات كبيرة وسرعة نقل 10 اضعاف الهارد العادي، يبقى الفيديو ده عشانك. معانا النهاردة اختراع جامد من اي داتا موديل اس دي 810. الاكسترنال اللي معانا متوفر باحجام من اول 500 لغايه 4 تيرا، وهنجرب النهارده النسخه ال1 تيرا. اس دي 810 بتيجي باللون الاسود، وبينزل منها كمان اللون السيلفر عليها كلمه اي داتا، والجنب التاني فيه بعض المعلومات. حجم الاكسترنال الخارجي صغير جدا كانه ولاعة جيب، مصنوع من البلاستيك عالي الجوده، والوزن بتاعه خفيف يعني 42 جرام تقريبا. الاكسترنال شغال بنظام يو اس بي 3.2 جين 2 اكس 2، اللي هو معدل النقل فيه بيوصل ل 20 جيجا في الثانية، وبيجي معاه كابلين، واحد تايب سي تايب سي والتاني تايب سي تايب اي، بحيث يركب على جهازك ايا كانت المخارج عندك. وكمان في دعم او تي جي بحيث يشتغل على الاجهزة السمارت. سرعة الاكسترنال في قراية والكتابة حسب مواصفات الشركة بتوصل 2000 ميجا في الثانية. من أهم التطويرات اللي جاي بيها الموديل ده بعيدا عن السرعة هي خصائص الحماية من المية والأتربة وكمان الصدمات. معانا معيار IP68 لمقاومة المياه والأتربة، بالإضافة لمعيار مقاومة الصدمات من ارتفاع 1.22 متر. زي ما انتوا شايفين فتحة التايب سي بتتقفل بكفر جلد كده متين قوي ومش بيتفتح بسهولة، عشان طبعا يبقى داعم ضد المية. الاكسترنال مدعوم مع البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس والايفون 15 بجانب الكمبيوتر، يعني هيدوس معاك في اغلب الاجهزه المنتشره. معانا ضمان من اي داتا لمده 5 سنين، ودي فتره كبيره بتعبر عن الجوده طبعا. سعر الاكسترنال اللي معانا $100، يعني حوالي 3200 جنيه مصري، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العمله في كل بلد. جربنا الاكسترنال على جهاز الاختبارات بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، عملنا تيست للسرعة من خلال برامج البنش مارك المختلفة. النتائج كانت كويسة جدا، ووصلنا تقريبا للمعدل المعلن عنه على الموقع الرسمي 2 جيجا في الثانية مع ثبات واستقرار. من خلال القاب العادي الملف ميديا النقل مستقر جدا بدون اي دروبات. الحرارة بدأت ب40 درجة ووصلت 55 مع اعلى ضغط، وده ممتاز جدا، مفيش اي سخونة ولا بسيطة، الدنيا تمام قوي. اس دي 810 مميز لاي حد بيتنقل كتير. انت حرفيا معاك ام دي 2 جين 3 مثلا بسرعه 2000 ميجا، وكل ده جوه كف الايد، وكمان تقدر توصله يو اس بي على اي جهاز كمبيوتر او موبايل سمارت، او حتى البي اس 5 والاكس بوكس، وتلعب من عليه مباشره. فلو شغال ومحتاج تنقل داتا وبروجيكتس باستمرار، او كمان لو بتتحرك كتير وبتنقل داتا من اصحابك في اكتر من مكان، يبقى الاكسترنال ده اختراع يستحق وهينجزك في مواقف كتير قوي. ترشيح شهابي اكيد.